نزلت بوست امبارح وقلت لكم بتجيبوا كام فوطة في الجهاز، وده بقى كان رد البنات. بصراحة يعني ضحكتوني جدا. نورهان عطية كده بتقول ايه، والله انا عديتهم لقيتهم 60، معرفش انا لو هتف فيهم وارميهم مش هيخلص. جت بعدها نورين بتقولي الصراحة 129 فوطة غير الاطفال. يا ريتك ما اتكلمتي يا نورين. جت وفاء بتقول بصي يا هلا، انا مهما جبت بنشف لي في الستارة كلهم والله يا وفاء. ام مازن بقى سابت السؤال خالص، بتقولي ظهر السرير ده كلفك كام؟ بصي ابعتيلي خاص وانا هكلمك ان شاء الله. روزالين بقى اسم الجميل قوي بتقول لي هي العروس راح تعمل بسطة فوط في الشارع، 6 بيكفوا، 2 للاستعمال يومي و2 لما يفسدوا و2 للضيوف. لا احنا مش مش عندنا الكلام ده. ايمان احمد قاسم بقى بتقولي ايه يا جماعة، ايه الارقام دي؟ ايمان وحش بتقول متجوزة من 3 سنين، جايبة 150 فوطة غير البشاكر وما استخدمتش منهم غير طقم فوط من يوم الفرح لحد دلوقتي. بتنشفوا في ايه يا ايمان؟ جت برضو الاء بعدها بتقول كنت جايبة 75 برضو ما استعملتش منهم، يعني ما يكملش 5. انتوا بتنشفوا في ايه بس؟ شيماء جميل جبت 100 فوطة ولو رجع بيا الزمن كنت هجيب 30 بس. لو رجع بقى يا شيماء احتفظي بيهم. هدير بقى مش فاكرة 60 ولا كام، تقوليش داخلة حرب بس. بس بجد الحاجات الكتير ده انا ما دوبتش 7 مليون ما اتجوزت. تسمعوا كلام هدير بقى يا جماعة، هي بتندم معاكم. دعاء بقى 35 ما استخدمتش الا 6. رانيا جلال بقى بتقول ان شاء الله تجيبوا 1000 فوطة مش هينشف وشه وايده غير الستارة. صدقوا بالله هي صح. مودة بقى نبي نعرف انتم المصريين حرام زوج المصري يشتري اي هدوم او فوط بعد الجواز. نحن جايبين طقم بورنس للحمام وفوطين او 3 لو حبيت، لكن طقم البورنس للحمام فقط لازم ب60 فوطة. ليش يا جماعة؟ شفتوا الليبيين بيتريقوا علينا ازاي؟ بعدها بقى حسناء بتقول أغرب ما رأت عيني فعلا هو ما تقوم به النساء والأمهات المصريات، العدد مبالغ فيه جدا. شفتوا احنا بقينا مهزلة قدام العرب. ولاء بقى عملت منشن لنجلاء بتقول لها ايه، تعالي قولي جبتي كام فوطة يا مفترية. هبة بقى بتقول 2 للضيوف و2 كبار و2 صغير إلي ولزوجي وبس، مش رايحة على حرب أنا. انتي منين يا هبة؟ فنورة بقى بتقولي ماما اللي جابت لسه ما اتجوزتش جايبة 60 فوطة، حرام يا ماما. والله لو رجع بيا الزمن ما كنتش جهزت أصلا كده بالظبط، ولا جبت كل الإزاز ده ولا النيش ولا بتاع فلوس على الفاضي. الله يمسيكي بالخير يا ماما. كتر خيرها يا نور. ام ادريس بقى من الجزائر بتقول انا من الجزائر، ممكن تفهموني ويش اديروا بيهم؟ قولوا لها بقى وش ندير بيهم يلا. دكتور شيماء كورة بتقولي هي ايه الارقام دي؟ ده بجد؟ ليه هتسكنوا في صحراء؟ مش عارفة والله يا شيماء. مس رانيا بقى بتقولي الحاجة بشياكتها وقيمتها مش عددها، يعني ممكن 20 فوطة ولاد ناس كده وبس، اهم حاجة يكونوا ولاد ناس. طيب بص اسمعوا كلام مس رانيا بقى. طيب اسمعوا بقى كلامي انا، بالنسبه لي يعني النصيحه، انتوا ممكن تجيبوا 3 اطقم فوط مثلا. الطقم يعني يكون شكله حلو وشيك كده زي ما رانيا ما قالت لكم، يكون شكله حلو كده وشيك. وتجيبوا بقى الفوط التانية اللي هي الفوط العادية. الفوط العادية دي اللي أنا بنصحكم بيها، اللي هي اللي بالكيلو عادي. فبتكون شكلها حلو كده. الفوط اللي قدامكم في الفيديو دي بالكيلو، وممكن تجيبوا كيلو 2 كيلو 3 كيلو. في ناس بتبيعها مخصوص، ونهال عندنا بتبيعها، ممكن توصل لأي مكان في مصر. بصراحة الفوط حلوة جدا، وأنصحكم بلاش الفوط الغالية في الاستعمال وما تكتروش منها، نصيحة بجد ليكم. حقيقي الجوازة مش بعدد الفوط، مش بعدد الستاير، مش بعدد أي حاجة، لا بمطبخ غالي ولا بستارة غالية ولا بفوط غالية. والله بجد ان شاء الله كده يعني ادعوا بالزوج الصالح، ده اهم حاجة. هسيب لكم بقى لينك نهال بتبيع الفوط بالكيلو دي، وان شاء الله كده هتعجبكم جدا لانها انا شفتها على الطبيعة حلوة جدا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم. اللينك هتلاقوه في البوست. سلام.